أنه ما من قرية أهلكت إلا بظلمها وتلك القرى اسمع وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. هذا قول ربك جل وعلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال ربك تبارك وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد. الله جل وعلا يذكرنا بما فعل بالظالمين من قبلنا فيقول ألم تر كيف فعل ربك بعاد. شوف ربنا عمل في عاد إيه؟ الذين كانوا يتطاولون على الله ويتكبرون على الله وكانوا ينحتون الصخور ويبنون القصور وقالوا من أشد منا قوة. يعني شوف الطغيان وصلهم لإيه؟ قال لك إحنا أقوى من الله والعياذ بالله. قالوا من أشد منا قوة فيرد الله تبارك وتعالى عليهم ويقول أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. العالم دي مجانين يظنون أنهم أقدر من الله وأعظم من الله. حاشا لله. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد اسمع فصب عليهم ربك سوط عذاب بسبب ظلمهم وفسادهم وفسقهم. سبحان الله بفاء الترتيب والتحقيق فصب يعني الله تبارك وتعالى لم يقل ثم صب الله عليهم صوت عذاب لا فصب بفاء الترتيب والتحقيق في الحال بسبب ظلمهم. نسأل الله العفو والعافية. أيها الأحباب الله تبارك وتعالى يحذرنا من الظلم وقد حرم الظلم على نفسه فقال في حديثه القدسي كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. الله جل وعلا تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. عبد الله لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناه والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. إياكم الظلم أيها الأحباب. الله تبارك وتعالى بعدما قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون قال إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ما الذي سيحدث في هذا اليوم؟ في هذا اليوم العظيم في هذا اليوم الذي سيقف فيه الناس عراة بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله في لقاء آخر. أسأل الله جل وعلا في هذا اليوم الكريم المبارك أن يجنبنا الظلم. اللهم جنبنا الظلم ولا تجعلنا من أهله. اللهم جنبنا الظلم ولا تجعلنا من أهله. اللهم جنبنا الظلم ولا تجعلنا من أهله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم لا تدع بيننا عاصيا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين وانصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان. اللهم طهر مصر من المفسدين وطهر مصر من المجرمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصل اللهم